عليكم. عليكم السلام أخ عثمان، من أي معتقد؟ شيخ أنا مسلم سني، هاي ثاني مرة بطلع معك يعني إذا تذكرتني، مش حياك أول الله. مرة. ما في مشكلة، راح نسألك سؤال آه الحلقة وتجاوب براحتك. شو سؤالك؟ سؤال الحلقة يقول: اثبت لي بأن عثمان في معتقدك لم يحرف كتاب الله، أو ما حاول أن يحرف كتاب الله، بما أنك اسمك عثمان. هسه شيخنا العزيز بصراحة أنا عامي وأنا حاب أسألك يعني، مش يعني أنا إنسان عامي لست متدين في الدين بصراحة. يعني أنت واحد مدطلط بالدين؟ يعني مش مقارئ كثير أو باحث، بس عندي سؤال أو سؤالين ومحيراتني يعني، ممكن أسأل؟ يلا اسأل لازم براحتك. أسأل. تفضل. نعم. الآن أنا دائما بسمع الشيعة بيقولوا إنه عمر بن الخطاب هجم على دار فاطمة الزهراء، وبعد هاي الحادثة ماتت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، واستشهدت يعني بأثر هذا الشيء، وأنتم بتقولوا وإحنا عندنا حديث أيضا بيقول الله يغضب لغضبها. السؤال هنا، إذا الله عز وجل، وأنا مصدق إنه يغضب لغضبها يعني مش منكر هذا الإشي، يغضب لغضبها، وإذا صار معها هذا الإشي يعني لماذا لم يذكر في القرآن أي آية زي ما ذكرت مريم مثلا؟ وما هو بغضب لغضبها يعني، لو إنه بغضب لغضبها كان حكى للمسلمين بشكل واحد صريح. هذا السؤال. واحد، لا تخبط علينا. هو سؤال واحد، سؤالك واضح. فاطمة إذا غضب الله لغضبه، لماذا الله لم يفعل شيء؟ لماذا لم يذكر في القرآن؟ بعد ليش جيبه يمين ويسار؟ سؤال: أنت شاك بأن الله لم يغضب لفاطمة لو لكونه لم يرد في القرآن؟ أنت شاك؟ وين محل الإشكال؟ الإشكال إنه ما مش مذكور في القرآن وهو بغضب لغضبها. طيب، أنت تعرف أنه هذا الحديث عند السنة، يعني أنت من تعترض عن الشيعة والحديث في كتبك. يعني فاطمة بنت رسول الله، الله ما يغضب لغضبها؟ زين، السؤال هو من الأفضل، فاطمة لو الحيوان؟ لا، فالسيدة فاطمة أكيد والعياذ، الله شو بتشبه الله الله مو غضب على ناقة؟ لو ما انقضب. أكيد. أكيد. ناقة الله وسقياها فعقروها فدمدم عليهم ربهم. تكبير. الله يغضب لناقة حيوان وما يغضب لفاطمة؟ هو الحديث عندك هذا وثابت وصحيح. فاطمة يغضب الله لغضبها ويرضى الله لرضاها. فاطمة من آذاها آذاني. ثانيا، خب مو كل شيء يذكر في القرآن الكريم، يعني كل شيء لازم القرآن يسولف به؟ يراد لنا مجلات، بس ما يراد بقصد، لنا انا مش يراد لنا ارهابي يعني، انا مش ارهابي يعني، حسيت انه انا ارهابي يعني طريقة كلام. انا لست لا ارهابي، انا انسان لا، عادي يعني. ما جبت طار الارهابي يا ارهابي. انا وجه وهابي، ما جبت طار وهابي. جاي اشرح لك انا وين جبت طار وهابي. طيب، تكبير وهيك. تفضل. تكبير الله اكبر، شاشين الله اكبر صار عيب عيب، حاشين هاي الله اكبر. ها، كان مو جاي نصيح تفضل. بيوم العيد الله اكبر الله اكبر؟ شو السالفه؟ انت ممكن يوم تكبر بالصلاه الله اكبر، لو ما تكبر. ماشي، بس يعني طريقة التكبير حسيت فيها شيء غلط يعني بصراحة. مو انا من انفعل اكبر، اقول لا تنفعل فان الله اكبر. نعم نعم، كمل يا علاء المهدوي اسمك. علاء المهدوي. يا عين طيعي، يا سن اللي كذا يسوي شيعي. طبعا طيب، الان اسألك بالله العظيم، اسألك بالله، اسألك بالله، اسألك بالله، قديش حقدك على السنة يعني بكل امانة؟ لا والله ما احقد. وين انا احقد؟ خايب انا قلبي خبل. خايب انا قلبي حنين مثل قلب امي. شلون اعصي وانا تربات امير المؤمنين؟ لك انا قلبي قلب والده بالعباس. احب البشر كلها، احب البشر. اتخبر من اسمع واحد فد يصير قتل او عنف او سفك، اتفاجئ عن هاي البشر. احب كل الخلائق يقعدون على حديقه السماء معلقه وكلها تاخذ سيلفي. والله هذا اللي يحمل الصليب
والشيعي كاظ القيمة هيجي، والموحد أخوي السني هيك مسوي، وأخوي الصابئي، وياخذون سيلفي والله، بس ورا السيلفي يكون يرجعون يحاورون. هذا أنا معتقدي، يعني ياخذون سيلفيات، علامات، مقولين، مسددين، واحد يأشر على الثاني، حلوة هاي، بس كون ورا هاي القعدة يقعدون على طاولة الحوار. أحب أن يكون إنسان ما يبقى يتبع معتقده لأن لقى أبوه وأمه شيعي كان أو كان سني أو مسيحي. الشيعي قعد لقى أمه تطبخ وتصيح يا حسين ومصابة، صار شيعي خلص ما يبحث. والسني قعد لقى شاف الجماعة يصيحون النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم يقول، صار هيك. المسيحي لقى هيك. فأنا أحب أن ذول يكون كلهم يبحثون، كلهم يدورون. هذا المقصد من الحوار. الأفكار والحوار تفتح لك آفاق. يعني هسه قد عالم كانت ما تعرف أمور على الشيعة وهم شيعة، من خلال الحوار أنا ويا ناس مو شيعة، الشيعة انفتحت إلها آفاق، عرفوا أكثر بالتشيع بسبب الحوار اللي قاعد أحاوره أنا. فهذا المقصد. إحنا أفكار، نحب الفكر، نحب الحوار. هذا كلام أئمتنا عليهم السلام. كان الإمام بأبي وأمي الصادق جالس، ويدخلون كبار الملاعدة والزنادقة ومعتقدات، حتى من الهنود يجوله أنواع المعتقدات. الإمام يقعد ويقول له هشام قوم حاورهم، يا هشام لا زال الله مؤيدك بروح القدس ما دمت مدافع عنا بلسانك. فالأئمة كانوا يحثون على الحوار، والله يحث على الحوار. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله يقول وقل تعالوا إلى كلمة سواء. والله يقول فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا الحوار لازم يصير. فأنا من أطلع ما ورد في الكتب مسلم والبخاري تتوقع أنا أكره. شلون أنا أكره وأنا دعمت أولاد غزة؟ شلون أنا أكره ومتعايش ويا الجميع؟ هاي الصورة اللي واصلتكم غلط. نحن ليس تكفيرين، نحن نمد يد الوحدة الوطنية مع الجميع، ترى مع الجميع، بس يبقى خلافنا فكري. نعم نتعايش ولكن يبقى الحوار فكري. عموما نرجع ايه بس نقطة هسه انت حافظ قال اللي يزور حسين، هاي القصيدة الشعرية هاي بيقولوا قال اللي يزور حسين زي هيك، يعني ممكن تغني تنشدها. صوتك حلو شكله. والله أنا مو سماعي، ما أسمع قصايد، مو هواي ما أسمع. مش قصيدة هي اسمها قال اللي يزور حسين، إيش زي هيك يعني. إخوان يا هي هاي أول مرة أسمع. الولد راح يتحول رافض الشيعي، لا تتحول رافض المجوسي. هسه انا هي القصة مش شيعي وسني، يعني انا بدك الصراحة ولا ابن عمه. كل ما بروح عند الدرزي بقول لي انا الحق، بروح عند الشيعي بقول لي انا الحق، بروح عند السني بقول لي انا الحق، أنا بروح ما عند أقول المسيح. لا أنا ما أقول الحق، أنا ما أقول الحق. أنا إذا كنت تبحث، أنا لا أنظر إلى ما يقول قلبي، وما قلبي غشى بمنيتي وابتغائي. قلبي مقلب كما قلب أحدكم قلبي قلابيب. ولا تظن الروايات أسويها إلك. قلابيب ترى مو قبلة عدكم قلابيب، وكل من متخذ قبلة ويتنومس بشيطانه صبح ومسية. عموما أخي الفاضل أخي الكريم، أنا يدك أنت تبحث، أنت تدور تعرف الحق وين. هل الحق مع أناس يعتقدون الله له بطن، أم أناس يعتقدون أن الله لا يوصف؟ هل تعتقد أن نبي يبوله في الطرقات، أم تعتقد نبي طاهر مطهر؟ هل تعتقد بقرآن كامل أم قرآن محرف؟
فأنت تلقائيا تختار النقطة الثانية، لأن فطرتك السليمة التي فطر الله الناس عليها هي تختار. فأريدك أنت بحيث ما أريد أنحق. عموما نرجع لموضوعنا. شنو كان موضوعنا احنا بالبداية؟ بس قبل ما نرجع للموضوع، انا مش حابب اسالك بالله يعني ما تنزلني هسه، بس انا والله يعني لازم بس شوي وانزل يعني لو 5 6 دقائق بس. اخ بس هاي والله انا حابب اسمع. ممكن تحكي لي اي قصيدة بصوتك حلو عن السيدة زينب هيك يعني عن الظلم؟ انا حابب اسمع والله. يعني بحس براحة، بحس بشعور غريب بس اسمع. يعني بحب والله بدور تدوير على شيء بيحكوا يعني قصائد زي هيك حزينة، بحس في شعور غريب والله العظيم. ممكن بأي شيء يعني ما من رخصتك يعني. بس هي مو عندك كفر وشرك؟ لا مين، لا والله انا طول قسما بالله من كل انا واهلي قاعدين وبنسمع فيها القصايد كل يوم قسما بالله، وما ويشهد الله علي لا بستهزئ ولا إشي، والله شاهد. كان موجود اليوتيوب، روح اسمح، اليوتيوب متروس انا ترس. بدي بصوت هيك يعني، بدي بصوت من دون موسيقى، يعني صوت عراقي من دون موسيقى، يعني انه انت لانك عراقي غش هذا، لا ما بستهزأ ولا اشي قسما بالله العظيم. طيب مين هاي انا خالف؟ حلفت لك بالله. حتى لو يريد يستهزئ اخوان فيستهزئ بآل بيت رسول الله، ما في لا مشكلة. اعوذ بالله، اعوذ باللعنة الله علي الى يوم الدين اذا قصدي استهزئ، قسما بالله وعليك رسول الله اللي اغلى اشي علي اني ما خلص الي في خلص 101% استهزاء. خلص 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 خلص. تفضل. يعني بس للسيدة زينب. بس انه يعني كيف سيدنا العباس ترك وهيك يعني زي يعني دخلني في الاجواء هاي. ها يعني قصدك كلامه أبو الفضل ويا السيدة زينب. شو اللي صار يعني انه من كربلاء الى الشام، يعني القصة الحزين اللي صارت. مين خالف، يلا راح نختصر. يا أبو فاضل طيحت ايدك مو وكيتها، يا ابو فاضل ضربة ويمتون ورديتها، يا ابو فاضل والله دنيا وصارت اخبارك بعيده، وانت ذاك العشيت كل عمر بوريده، اذكر الشام قبل من يرفع ايده، ما اميز بينك وبين الرعيده، اشتكي لك والشام صبغة عباتي، اشتكي لك جنيت وياك شحلاتي، اشتكي لك روحي وردة وذبليتها، يا ابو فاضل يا ابو فاضل طيحت ايدك مو وكيته، يا ابو فاضل ضربة ويمتون ورديته، يا ابو فاضل زينب انا الوعديتها، يا ابو فاضل. بعد روحي حبيبي. يمكن بس شغله وانزل اسالك بالله من عليك اللي بدك إياه، بس كمان واحده بس اسالك والله صوتك حلو ما شاء الله عليك بس اقول لك كيف فاتح الاستوديو انا تسجيلات علاء المهدوي، شارع المطاعم العشار، يا زاير قوم والطم علي، استعين ايش بيك اخونا؟ فاتح تسجيلات انا، ننزل كبس بارك الله فيك، كافي قويت العلاقه.